مش قادر اتصالح مع ان قوات ويلسون فيسك لابسه شعار ذا بانشر. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده وكلام في الافلام، والنهارده معانا مسلسل دير ديفل بورن اجين الموسم الثاني. هنتكلم عن الحلقه الاولى بدون حرق وانطلاقه الموسم الثاني. الموسم الثاني بيبدا في قلب الحدث بعد ما ويلسون فيسك قبض على اغلب الابطال او المقتصين زي ما هو بيسميهم، واللي كان اهمهم سورد مان وذا بانشر. ومرجح اننا مش هنشوف ذا بانشر الجزء ده لان ليه حلقه خاصه بيه بعد ما الموسم يخلص. نرجع تاني للمسلسل. بطلنا مش لوحده المره دي، معاه كارين، واللي كان غيابها مأثر جدا على جوده الموسم الاول، لان ما ينفعش الوليه دي تحل محل كارين خالص. ولان قصه دير ديفل زي ما هي قصه بطل خارق، هي قصه صحاب وقصه حب. وجود كارين في الحلقه دي موضح لنا الحاجات اللي احنا كنا مفتقدينها، وجود حد قلقانين عليه بجد، وجود حد ممكن مات يتهدد بيه، وطبعا وجود حد عارف مات على الحقيقه. مهما جبت دكتوره نفسيه ودكتوره تخاطب وايا كان دكتوره ايه اللي هتجيبها عشان تبقى فاهمه تصرفات مات، مش هيبقى فاهمه قد اصحابه. جمله واحده اتقالت في الحلقه على ذكرى مكتب المحاماه القديم اللي هم الثلاثه كانوا فاتحينه، رجعت لك ذكريات ومشاعر جميله جدا. احنا بنتكلم بحرق الموسم الاول، فلو ما شفتوش احمي وشك. وده يذكرنا ان من اعبث التصرفات اللي في الدنيا ان فوجي مات، والاعبث ان مارفل صرحت ان هو المفروض يظهر تاني في الموسم ده. والظاهر كده ان كارين بدات تتدرب وهتبقى باد اس. الجزء ده ظهر في الاعلان عشان لو حد قال لي حرق وكده. هي اعلانات مارفل مش مديه فرصه لحد يحرق الصراحه. We could use more people like you. Can't make any promises. وزي ما ظهر في الاعلان، احنا المره دي معانا جيسيكا جونز ومعانا سورد مان، واظن وجود الاثنين دول هيعلي الكاريزما، الاكشن والكوميديا. فكما هو موضح بالشكل، انت عندك ويلسون فيسك بفرقته، وعندك دير ديفل بفرقته، وعندك بولز اي هدفه يدمر الاثنين لوحده، من اكتر المثلثات المثيره للاهتمام في الدنيا، بعيدا عن مثلث ذا بانشر ودير ديفل وكارين. ده مثلث تاني. الظاهر والواضح جدا ان الجزء ده لا يقل دمويه على الجزء اللي فات، وشكله هيبقى اكتر كمان، لان الجزء ده بادئ بالاكشن على طول وبادئ بالفايتات على طول، ما عندناش وقت نمهد، عكس الجزء الاول مهدنا كتير وهرينا كتير في حاجات ملهاش لازمه. ابطالنا اوريدي ويلسون فيسك مطاردهم في كل لحظه، اغلب المدينه بدا يتغسل دماغها ويصدقوا فعلا ويلسون فيسك، وده خلى الخطر يزيد والتوتر يعلى جدا. وطبعا زي ما قلنا مات المره دي معاه كارين، ومعاه حاجات كتير يخسرها ومعاه حاجات كتير يخاف عليها، وويلسون فيسك بيدور عليه وعلى كارين بالتحديد. لو جينا لفريق الاشرار بقى، عندك بولز اي ما نعرفش حاجات كتير عنه، وده مثير للاهتمام لوحده. عندك ويلسون فيسك صحيح الحلقه دي ما عندوش اداءات تمثيليه عبقريه، ولكنه جاهز في كل ثانيه يوريك اداء عبقري. عندك الحاج شاجي اللي انضم لفريق ويلسون فيسك، اللي شكله شخصيه مثيره للاهتمام جدا، وفي كل لحظه بيعمل اداءات تمثيليه روشه ودمها خفيف وعبقريه. عندك الدكتوره بنت الجزمه اللي انا ما بحبهاش، اللي شكلها مضطربه اكتر من الجزء الاول بكتير. وطبعا عندك فينيسا عشان ويلسون فيسك يتبسط، انما هي ما بتقدمش حاجه. نرجع لفريق الابطال تاني. وجود جاك دوكين مسلي ممتع لذيذ لاقصى حد، اتمنى يخرج بسرعه عشان عايزين نشوف اداءاته كبطل. المميز بقى واللي اتمنى يحصل من كل قلبي هو وجود عنصر دراما المحاكم، رغم ان احنا اكدنا ان احنا ما عندناش وقت نهزر، وان كارين ومات الاتنين مطلوب القبض عليهم. رغم كل ده وبتصرف غير متوقع، لسه في تلميحات ان هيبقى عندنا دراما محاكم. الجانب ده لو اتعمل هيبقى حلو جدا، وهيديروا بالكامل المحاميه صاحبه مات. العبقري بقى ان دي مهمه شبه مستحيله، انت هتحرر كل الابطال دول ازاي والحكومه كلها متواطئه؟ واظن التحدي ده هيبقى روش وعظيم لاقصى حد، خاصه لو انضم ليهم مات. مش عارف ازاي وهو مطلوب القبض عليه، ولكن هيتصرف. ده شيطان. لو انا مطمن لحاجه في الجزء ده هي الاكشن، ولكن اتمنى من كل قلبي ان احنا نزود الدراما عن الجزء اللي فات بكتير، لان دراما الشخصيات في الجزء اللي فات كانت قليله جدا، خاصه ان ما كانش فيه كارين. المره دي معاك صاحب، معاك حبيبه، معاك حد يعرفك بجد، وهنا عندك فرصه انك تستعيد الدراما بمنتهى السهوله. وطبعا مع رجوع بولز اي فانت عندك حمل دراما توتر عاليين جدا. حاسس انك انت الموسم ده تحديدا عندك حاجات تقفل بيها كل جانب. وطبعا رغم ان انا بينت ان انا بكره النشرات الاخباريه اللي بتحصل في الموسم الاول، هي مكمله معانا، ولكن في الحلقه دي حصل فيها اختلاف لذيذ جدا، فاتمنى الاختلاف ده يكمل. انما النشرات نفسها اتمنى تقف. ولو دي فقره ما يطلبه المستمعون، اتمنى في حلقه ذا بانشر يمسك الجيش بتاع ويلسون فيسك ده يدمره. هو اي حد هيحط بادج ذا بانشر ولا ايه؟
هي ظبطت بعيدا عن الهزار. حاسس ان الموسم ده عنده الفرصه ان هو يظبط كل جانب من جوانب القصه. عندك سورد مان، جيسيكا جونز، الراجل الجديد بتاع شاجي، كل دول يظبطوا لك الروشنه، الكوميديا، الكاريزما وهم سايبين ايديهم. عندك طبعا بولز اي، دير ديفل، ويلسون فيسك، دمويه. بس لو هتيجي للدراما بقى، فكارين بيج، مات موردوك، بولز اي، الثلاثه دول يظبطوها بالكامل. الحمل الدرامي ممكن يترمي على الثلاثه دول ويقدموا لك احلى دراما في الدنيا. اخيرا متحمس جدا للحلقات الجايه، فلو عجبك اللي احنا قلناه ما تنساش تدوس لايك، قول لي رايك في الحلقه في الكومنتات، اشترك في القناه وشغل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد في الفيديوهات اللي دي ما يمكن حاجه تعجبك. سلام.